اللقاء نتابع. أول شيء الحمد لله على كل حال، يعني زي ما تفضلت يعني تعتبر نتيجة سلبية أكيد، يعني أنت على ملعبك وتعادل، لكن أعتقد يعني قدمنا مباراة نوعا ما جيدة، وضعنا العديد من الفرص ما استغلنا الفرص، لكن إن شاء الله بإذن الله المباراة الجاية راح نحسن من الشيء من الناحية هذه ونحقق الأفضل بإذن الله. كان هنالك مبالغة نوعا ما من المدرب بالخوض المباراة بثلاثة مدافعين وأيضا محورين ارتكاز، هذا الشيء يعني صعب من مهمة الوصول إلى مرمى لوكوموتيف. هو بالعكس هو اسلوب، يعني اسلوب احنا منتهجه من العام تقريبا، يعني لعبنا فيه وصلنا دور 4 الى نهائي اسيا واخذنا كذا بطوله فيه. اعتقد اليوم وضعنا عديد من الفرص زي ما قلت لك، يعني خلقنا كثير من الفرص، يعني فوق 5 و6 فرص محققه، ما هي اي فرص، لكن الحمد لله على كل حال والجاي افضل باذن الله. عبد الله، في النهايه يعني كيف تنظروا للقاء الإياب؟ الإياب اكيد صعب كونه في ملعب الخصم، لكن باذن الله احنا قدها وما في صعب علينا باذن الله، تكاتف الجميع ان شاء الله قادرين نحقق الفوز باذن الله. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا لعبد الله عطيف بكل تأكيد متحدث. شكرا لك عبد العزيز. من جديد إلى ياسر القحطاني قائد فريق الهلال. كابتن ياسر، هارد لك بكل تأكيد التعادل على أرضك وبين جمهورك ودون إحراز أهداف لربما نتيجة سلبية لم يتوقعها البعض. الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، وأرجع أقول أنه صحيح أنه نتيجة سلبية بين أرضك وبين جمهورك، لكن أنا أعتقد أنه الإيجابية فيها أنه ما تسجل فيك هدف، هذا وهي لا ننسى أن هي مباراة ذهاب وإياب، والهلال اليوم كان مسيطر على مجمل المباراة، يعني فريق الأوزبكي ما كان له أي هجمة تذكر، يعني احنا بعكس ما كان لنا احنا أكثر من هجمة كانت حقيقية وليست يعني شبه فرصة فقط، ولكن ما توفقنا في تسجيلها. الغيابات أثرت نوعا ما على الهلال؟ مو الغيابات، الإصابات أنا أعتقد اللي تأثروا فيها بعض اللعيبة المشاركين بالتشكيلة الأساسية اللي ممكن أثرت على رتمهم في المباراة. ياسر، بالنسبة للجمهور نعلم تماما بأن في فترة دراسية حضور الجمهور وعدم وجود النتيجة الإيجابية بالنسبة لهم، ماذا تقول لهم وأنت قائد للفريق؟ الله يعطيهم ألف عافية أولا وأخيرا على هذا الحضور، وهذا اللي عودونا عليه دائما، وإن شاء الله نحن ما حنخيب ظنهم إن شاء الله، إن شاء الله نفرحهم في التأهل إن شاء الله في المباراة. طالبوا فيك كثير ياسر، لكن أعتقد أن الوقت ما ساعدك اليوم لأداء. الحمد لله رب العالمين، ولكن إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. يعطيك العافية.